يا صباح الجمال على كل حبيبنا وكل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده هعرض كام قص زيادات. القصوص اللي موجوده معانا النهارده شغاله وصحتها حلوه جدا. في منهم كينج بالنسبه للناس اللي بتسال على الزيادات. للاسف ان المره دي لسه برضه مفيش مالتي موجود كينج مستويات مختلفه. وهعرض برضه قص روماني واحد ماشي. كل حاجه هكتب على هقول وانا بتكلم هقول رقمها وهقول سعرها، واللي حابب يستفسر عن حاجه تاني في التعليقات يكتب رقم القص. وفي شحن لكل المحافظات، ومكاني في المنيا الصعيد. اللي حابب يتواصل معايا ويجي ياخد حاجته بنفسه. الحاجه كلها بصحه تمام وزي الفل وشغاله من العيون بتاعتنا، واكيد هتكونوا شايفينها معانا قبل كده. خليكم معانا. اول حاجه معانا قص كينج ابيض. ده الدكر بتاعه بسم الله ما شاء الله. يعني القص ده المفروض يعني كمستوى بالنسبة للمواصفات المفروض ان هو يعني متوسط، او هنقول مثلا على المواصفات شعبي، لكن هو متوسط ليه؟ عشان حجمه زي ما احنا شايفين. ده الدكر، ده حجم الدكر اهو. ده الدكر بتاع القص شغال وتحتيه زغلول حاليا تمام. ده قص ادي الطيرة مستوى احسن من الدكر. ده كده قص ابيض رقم واحد، تحتيهم زغلول. ده قص تاني ابيض. ده قص تاني ابيض. قص ده رقم اتنين تمام. ده الدكر. الطيرة بتاعة القص ده عليها حصواية. دي الطيرة اهو. دي الطيرة عليها حصواية، هضبطها كمان شوية يعني خلاص. ده كده قص رقم اتنين. انا هعرض النهاردة 3 قصوص بيض. ده كده القص التالت. القص التالت برضه ابيض. الدكر ده حجمه جبار، دبابة. هي كل الثلاث قصوص دول حجمهم حلو جدا، احجام جبارة قوية بالنسبة للناس اللي ما بتدورش قوي على المستوى وبتدور على حاجة حجمها كبير. الثلاث قصوص دول مميزين قوي. وبالنسبة للناس اللي حابين يدخلوا عليهم لاحم عشان سرعة الانتاج ويعملوا باب منهم يبقى كيرنو احسن كمان من الكيرنو الفلسطيني والكيرنو يعني اللي احنا بنجيبه. يعني بنروح نجيب مثلا كيرنو فلسطيني بنجيبه ثمنه اغلى مثلا من دول نفسهم. طب ما انا لو دخلت على دول لاحم الثلاث قصوص دول، لو جبت عليهم 3 قصوص لاحم هيجيبوا لي سلاله نظيفه قوي وسريعه، وكمان احجامها زي ما احنا شايفين. الطيره بتاعته نفس الحجم ده، مش هجيبها عشان تحتيها زغلول. ده الدكر بتاع 3 قص. انا ليه عرضت ال3 قصوص البيض ورا بعض؟ القص من دول ب 700 جنيه وحدين. انا النهارده يعني برضه عشان خاطر حبايبنا ومشتركين القناه، اللي هياخد ال3 قصوص هحسبهم له ب 1500. اللي هياخد ال3 قصوص مع بعض هحسبهم له ب 1500. اللي هياخد قص واحد ب 700 جنيه تمام. 3 شغالين بالضمان، واحد عليه حصوايه وواحد تحتيه زغلول، وبرضه القص التالت ده تحتيه زغلول. وده القص ده الكينج اللي هو الرابع. القص ده يعمل 1000 جنيه بدل 1200. القص ده يعمل 1000 جنيه بدل 1200. مستوى جميل قوي. زغلول واحد هما اللي طلعوه قبل كده، والبودة التانية اتكسرت. مستوى جميل قوي. كل حاجة فيه حجم وتكويرة وتكشيرة وأول شغل يعتبر. ده الدكر بتاعه. ادي عرض الجناح زي ما احنا شايفين. القص بيور، مستوى جميل قوي. ده الدكر بتاعه. الدكر احمر. الدكر احمر، عين جنزيرة وعظمة وعصب اهو.
باين. طول جميل، مستوى القص حلو قوي. القص قاعد على حصى، وعندي كمان زغلول منه قبل كده. الزغلول الروماني ده ابن الاصفر ده كده الذكر، ودي الطيرة. ادي عرض الطيرة برضو تمام. الطيرة صفرة، ريشتها جميلة، لونها مظبوط اهو. هنا شايفين الشكيمة اهو، العظمة والعين والطول بالنسبة ان هي طيرة. مستوى القص جميل قوي. القص ده شغال ضمان. القص ده ب1000 جنيه نهائي. القص ده ب1000 جنيه بدل 1200. في الفيديو بتاع النهارده ب1000 جنيه بدل 1200. قص شغال بيلحم عش في عش، مفيش رمان يا جماعه بيلحم. القص ده شغال 100 100 10/10. الحمام كله من حمامنا اللي موجود في العيون اللي فارخينه وشغالين عليه من زمان، مفيش حاجه انا لسه جايبها من بره وبتتباع، ما عندناش الكلام ده. طبعا الاولويه لمشتركين القناه اللي بيبعت لي في الاول. وزي ما قلنا في شحن لكل المحافظات، واللي حابب يجي يتواصل معايا. وطبعا اللي هيجي هنا ويشوف حاجته بنفسه يشرف طبعا. برضو انا مش هعرض قصوص كتيره، هم كده ال5 قصوص بس اللي هعرضهم دول النهارده، عشان خاطر بس كل واحد بيدخل يكلمني في حاجات وبعدين انا بتشتت. فانا هم كده خلي الفيديو خفيف، هم 5 قصوص بس. انا مكنتش ناوي اعرض زيادات خالص دلوقتي، بس بصراحه ناس كتيره بتكلمني، فانا هبتدي سنه اعرض مع حضراتكم كده شويه زيادات. برضه هوري حضراتكم من 5 قصوص على السريع كده هم في اماكنهم. ادي ده القص الرماني، القصه دي قاعد على حصى اهو، وادي قاعد على حصى. انا لسه مطلع اخواته ما كملوش حاجه وكانوا بنفس الوضع ده. وادي قص كينج من القصوص البيضاء، ال3 قصوص. وادي القص الابيض التاني، ده القص التالت قاعد على زغلول برضو. وده القص ده الكينج اللي هو الرابع. القص ده يعمل 1000 جنيه بدل 1200. القص ده يعمل 1000 جنيه بدل 1200. مستوى جميل قوي. زغلول واحد هم اللي طلعوه قبل كده، والبيضة التانية اتكسرت. لسه أول شغل. الطيرة كانت لسه يعني حصت لسه من كام يوم، اللي هم من كام يوم يعني ده اللي فاتوا. القص ده أول شغل أهو. مستوى جميل قوي، كل حاجة فيه حجم وتكويرة وتكشيرة. وأول شغل يعتبر ما طلعوش غير زغلول، ما طلعوش غير عش واحد. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، واستنونا بإذن الله الفيديو جديد.